بكل احترامي إليك تفضل لأنك تفضل رجل تفضل مثقف تفضل وتعرف. بالنسبة للسياسة الخارجية للجزائر، نحن كدولة لنا علاقات مع جميع الدول، مع فرنسا ومع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي ومع اتحاد المغرب العربي وبما فيها إيران. وعندكم علاقات مع أكبر الديكتاتوريات في العالم اليوم. لا يا أخي، لا ديكتاتوريات عندكم العلاقات الجيدة، عندكم العلاقات الجيدة مع أكبر الديكتاتوريات. لا، علاقات دبلوماسية فقط. أي علاقات جيدة، علاقات هذا فيما يخص الخارجية جيدة جدا. أما فيما يخص الخارجية. أما فيما يخص كما كنتم تقولون الاقتصاد، على الاقتصاد الحمد لله، يعني ولو يا سيدي ننكر نقولوا ما فيش اقتصاد، على الاقل يا سيدي نديروا 15%. يا اخي ما فيش اقتصاد، الشباب في بطاله، يعني البطاله كلات الشباب، واليوم الناس قاعده تحكم في يعني تهرب. لا سامحني، بالنسبه للبطاله والله فيه شباب لو قلت لهم تعالوا للعمل لما جاءوك. لا يريدون ماذا؟ لا الخطاب هذا مش مقبول. الخطاب مش مقبول. البعض ليس كلهم. شوف انظر، منذ في ميدان الزراعه مثلا، اعطيك في ميدان الزراعه والله انشئت مقاولات لشباب اصبحون بالمحافظ يا سي توفيق ويصبحوا في لي بنك ويصرفوا بالملايير. يا سي عريف، تعرف باللي الزراعه مقتوله في الجزائر من الثوره الزراعيه تاعكم. هو الذي يريد ان يعمل فليعمل. الجزائر راهي حقا للعمل. ان غرون شونتي اللي الشينوا راهم عندنا، راهم يخدموا في لي باتيمون. عندنا اخواننا المغاربه راهم في الزراعه. عندنا والله كل خير راه موجود في الجزائر. اما فيما يخص الحراقه اخي العزيز سامحني، هذه اخطاء تاع المهاجرين، اخطاء تاع بعض ابناء المهاجرين ولا نقول كلهم، لما يذهبون ليه هو في لاريمي وفي الشوماج يذهب بكوستيم وكرافات وكاري ان فواتور دو لوكاسيون بالعربي ومستاجر سياره الكراء وداخل الى الجزائر. وين كنت؟ قال كنت في باريس او في سويسرا او في بلجيكا. ما تشتمهمش الشباب واش هذا الصديق اللي كان معه ما لا يغتنم فرصه. وهذا الخطا نتاع الحكومه الفرنسيه. ما تشتمهمش، ما تشتمناش الشباب تاعنا. لا الشباب تاعنا نحترمه. لا ما تشتمناش. يعني فيه شاب يمشي للبحر، فيه شاب يمشي للبحر باش يموت. نعم. تقول لي ولماذا يموت؟ علاش راح يروح؟ الناس ضاقت فيهم، ضاق فيهم. ما يحبوا. كاين بعض اللي ما يحبوش يخدموا، كاين البعض اللي ما يحبوش العمل. سيد دينا معي من جناب، ما موقفك من هذا الجدل حول المجتمع الجزائري؟ والله الحقيقة أنا أظن أنه الأولى أن نعود إلى شيء من الموضوعية. هذا الجدل يبين شخصنة الحياة السياسية في الجزائر. فهنالك من يرى الرجل الذي بيده المعجزات، فكما يتفضل سي العمري هو يرى ذلك، وهذا حق في حد ذاته تخلف سياسي، لأن ما سيتركه الرجل يا أستاذ ليس تخلف سياسي. لا سامحني، تخلف السياسي لأنه لا هو الرجل الذي يدري ولا يدري ماذا يقول على الجزائر. لا يا أخي على أوهام. قول الحقيقة. ومن ناحية أنت لم ترى الجزائر يعني ولم تدخل إلى الجزائر. لا أستطيع أن أجيب. فقول الحق. لا يا أستاذ هينا، أنت رجل في وجهك سمات خير. عليك أن تقول الحق يا أخي الكريم فقط. تفضل سيد هينا، واصل فقط. فكما قلت أن النقاش لابد أن يبنى على أسس موضوعية وحقائق. فقضية أنا نظن حصيلة الحكم القائم اليوم في الجزائر لا تحسد عليه الجزائر من طرف دول محترمة. وأكبر مشكلة في الجزائر هي المعضلة السياسية، لأن ما تؤسس له هذه الانتخابات بين قوسين وهذا المسار السياسي هو حقيقة تعريض الجزائر لانهيار كامل في المستقبل لا سمح الله. سيد دينا، هل بقاؤكم خارج اللعبة السياسية هو الحل؟ نحن لسنا خارج اللعبة السياسية، وأولا نحن لا نلعب بالجزائر، وإنما نريد تغيير، أن يكون هذا التغيير خارج إطار السلطة الحالية وخارج برنامجها، لأن برنامج هذه السلطة هو السير نحو
الدمار لا سمح الله لهذا البلد، لأنه يقوم على شخصنة الحكم ولا على مؤسسات. فاشية على مبدأ الإيديولوجية الفاشية الإسلاموية. أنا لا أجيب من يريد أن يتودد، أنا لا أريد أن أتودد لأطراف معلومة، أنا أجيب على مستوى سياسي. يعني أنتم متفقين، إذا عندك تفصيل. أما الكلام هذا تاع البهلواني فاشي وإسلاموي أتركه لك، فأنت لك سجل في الموضوع وأنت معروف لدى الشعب الجزائري، وأنتم معروفين أنكم مجرمين. أنتم معروفين أنكم مشكلة. البهلوان ما قتلش الشعب وليس مع من يريد أن يعطي لنفسه وزنا ليس له. أنا لست في حوار معك، أنا ما عندي أي حوار معك. أنا أتكلم عن وضع سياسي في الجزائر، ما عنديش حوار مع المجرمين والقتلة، يعني انحراف سياسي والخروج من هذا المأزق الذي تريده السلطة فاشلة بكل معاني الكلمة. الآن إما أن تستيقظ النخبة السياسية في الجزائر يا أخي الكريم، لما يعني تقول عن النخبة يا أخي الكريم يا أخي الكريم كن واقعيا وكن صريحا. لما تتكلم عن النخبة السياسية في الجزائر، ألم ترى بأم أعينك أن النخبة كلها واقفة وراء هذا الرجل الذي أرسله الله لنا؟ هذا ربما فيه نسبية. من هو يرتزق من هذا النظام؟ عارف ربما هذا كلام فيه نسبية. لا أرى ذلك إلا من يرتزق من هذا النظام، وكل من لا يريد ذلك المسار فله طرح سياسي وهو مقصي، ومهما كان توجهه الإيديولوجي لا يهمني ذلك. كل من لا يساير مليارات السلطة فهو مقصي. لا هذه هي الحقيقة. والله أما الكلام عن الخارج يا سيد العمري، أذكرك بشيء بسيط، وهو أن الرجل الذي تدافع عنه بكل هذه الشراسة قضى أكثر من 20 سنة وهو يتمتع في دول الخليج، فله ذلك. لكن هذا ليس مقياس. أنا أتكلم عن المشروع السياسي الذي نريده للجزائر. هل هو مشروع يقوم على شخص مهما كانت ميزاته وسيئاته، ولكن ليس هنالك بناء لمؤسسات سياسية في الجزائر. البرلمان أصبح غرفة لتسجيل قرارات السلطة وغرفة للارتزاق. ألم تعلم أن البرلمانيين ضاعفت مستحقاتهم الشهرية شهرين قبل تعديل الدستور؟ فالشباب الجزائري اليوم يا سيدي، الشباب الجزائري اليوم ليس معني بالمسار الذي تريده السلطة، والتحدي الذي سيأتي هو أن هذه الانتخابات ستكون لا حدث، وسوف ترى إن شاء الله. تفضل محمد سيفاوي، الدقيقة الأخيرة لك. هذا أخ يعني القتلة والمرتزقة اللي قتلوا الشعب الجزائري في السنوات الماضية اليوم يجي يتحدثنا على المشروع المجتمع وعلى البرلمان. وأنا أعلم أنك من أنصار خالد نزار، وأنت من الذين يريدون مكان في فرنسا ومع لوبيات. أنا ليس لي مشكلة معك أنت شخصيا، أنت المسار الذي كان سيهلك بالجزائر لأنه أوقف المسار الذي كان سيهلك بالجزائر ويمدكم الحكم. وأما أنتم القتلة والمرتزقة، أنتم القتلة والمرتزقة اللي قتلتوا الشعب الجزائري، اليوم تتكلمون على مشروع دولة وعلى برلمان. حتى حرام تتكلم على البرلمان لأنك مش ديمقراطي. الديمقراطي هو اللي يقدر يتكلم على البرلمان، والبرلمان يكون الديمقراطية أنت مش ديمقراطي من الارتزاق أنتم اللي وكلتوا القتلة والمرتزقة. نعودها لك حتى في جنيف كان حبيت. أنتم اللي وكلتوا. مرحبا يا سيدي، تفضل. نجي نعودها لك حتى في التلفزة السويسرية ولا حبيت. قولها لأن كلامك باطل مردود عليك. شوف أخي الكريم، لا قيمة له. شوف أخي الكريم، أنت عندك مرض في نفسك لابد أن تعالج. لا نشخص النقاش ولا لا نصل إلى هذا. المهم الإنسان لازم يرجع إلى الواقعية، ونحن همنا اليوم في هذا البلاطو من أجل الجزائر. بالواقعية ننهي البرنامج. أشكر في الختام عريف العمري عضو المجلس الوطني في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية والكاتب والصحفي محمد السيفاوي، وكان معي عبر الأقمار الصناعية من جنيف عضو أمانة حركة رشاد المعارضة والعضو القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة مراد دهينة. عزيزة نايت سيبها تذكركم بكل هدوء بالعناوين. أمسية سعيدة.